متعلقة بالفكرة ومش عارفة تشيليها من دماغك. الفكرة دي ممكن تكون إنك متجوزتيش لغاية دلوقتي وإنتي داخلة على ال30 أو ال40 وعايزة تلحقي تتجوزي وتخلفي وتعملي أسرة، أو إنك عايزة تربي ولادك بطريقة معينة عشان عايزاهم يطلعوا زي ما إنتي عايزة وحاجة تشرف كده قدام الناس، أو إنك حتى عايزة تقبي كده وتسكني في حتة أحلى ويبقى معاكي عربية أغلى وتلبسي أشيك. ما هو من حقك. وهنا بقى السؤال المهم، هو التعلق بالأفكار هيوصلنا ليها؟ والإجابة إن الحقيقة مش شرط، وحتى لو وصلت لها هتكوني وصلت لها بعد ما تكوني خسرتي حاجات كتيرة قوي في المقابل. ليه هما مش بتوع التنمية البشرية ليل نهار عمالين يقولوا لنا حقق حلمك وخليك وراه واوعى تستسلم؟ وهنا بقى اقول لك رمانة الميزان. رمانة الميزان هنا هي انك تتعلقي برب الفكرة مش بالفكرة نفسها، لأن الفكرة لو فضلتي تلحقيها وتجري وراها هيتربى معاها كمان مشاعر كتير، زي مشاعر الخوف إنك متوصليش، أو القلق والتوتر وإنتي في رحلة الوصول ليها، أو إحساس بعدم الأمان. هل اللي حواليكي دول فعلا هيقدروا يساعدوكي ويزقوكي للي إنتي عايزاه ولا هيوقفوكي؟ أو إحساس بعدم الثقة، هو أنا كده ماشية أصلا صح ولا الطريق ده غلط؟ إنما بقى لو اتعلقتي برب الفكرة، ده اللي اسمه اليقين. اليقين إن ربنا ترك الفكرة دي جواكي لسبب، عشان تحاولي إنك توصلي ليها. ممكن يكون الفكرة مش في إنِّك توصلي، ولكن في الرحلة اللي هتاخديها وأنتِ بتوصلي، هتطلعي منها بحاجات هي دي نفسها الغاية المطلوبة، وإن ربنا هو المعين اللي يساعدِك إنِّك توصلي، وإن ربنا هو القادر الوحيد إن هو يجعل لِك الخير في كل طريق بتمشيه، وإن يكون عندِك اليقين وأنتِ بتدعي له إن أنتِ كده في أمان طول ما أنتِ متعلقة برب الفكرة، كده تبقى أنتِ اتعلقتِ صح برب العالمين، ولو اتعلقتِ بأي حاجة تانية هتكوني اتعلقتِ بحبال دايبة هتاخدِك وتُقع.